أيقونة الجماهير الشعبية. ستدرك أن التماسيح والعفاريت ما عادت تستهوي لغة الانتظار والوعود. ستدرك أنه بفعل فاعل تحولت إلى أسود، وما أدراك ما الأسود. ستدرك هذه الحكومة التي ماتت يوم ولادتها القيصرية أن الجماهير الشعبية ستلاحقهم وتحاسبهم على سياسة التشويع والتسويف واللامبالاة. ستدرك سياسة ماشي ديالك سياسة ماشي ديالك وبالكراسي بحالك 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 سياسة ماشي ديالك وبالكراسي بحالك. ستدرك هذه الحكومة أن الفكر الظلامي لا يطعم المسكين، وأن التبشير بالجنة الموعودة لا يؤوي الفقراء. ستدرك هذه الحكومة أن الدين لله والوطن للجميع. ستدرك هذه الحكومات كذب من ادعى أن الطبقة العاملة بلا هوية سياسية واقتصادية وثقافية. كذب أصحاب القرار. إن هوية العمال هوية وطنية تقدمية مستقلة. نكرر هذه الثوابت 1000 مرة ومرة، لأن الحكومة الحالية تحاول جاهدة النيل منها، بدليل أنها ماضية في السياسة اللاشعبية والمتمثلة. الحكومة الحالية تحاول جاهدة النيل منها، بدليل أنها ماضية في السياسة اللاشعبية والمتمثلة في تجميد الأجور واتباع نظام ضريبي غير عادل واستمرار اقتصاد الريع مع الإجهاز على صندوق المقاصة. الطبقة المتوسطة من مهندسين أطباء، اللي كاين مهندسين واطباء اللي سدوا المكاتب ديالهم نظرا للازمه اللي تعيشوها المغرب، حتى هما مع الاسف الشديد واخا تيديروا لا كرافات وعندهم السيارات يعيشون ازمه حتى هما، خص يعرفوها ويجيو عندنا حتى هما يعبروا على هذه الازمه. حتى التجار حتى هما يكتوون. نقولوها صراحه بانه المغربيين الطبقات الاجتماعيه من المتوسط الى الصغار كلهم فيهم الكريديات من الابناك، وكاين اللي تمشي للحبس الا باغي يشري شي دويره باش تكون فيها العائله ديالو مستقره، تمشي تيدير الكريدي من ما 19 باش يخلصوا المصير ديالو هو السجن. وكاين عائلات اللي تتعيش في واحد البيت 10 ديال الافراد في بيت واحد، وعندهم بيت اللي ما تيشاركوا 10 ديال الاسر. هذا هو المغرب اللي بغينا. لا يمكن هذا الشيء كاين، واللي ما كاينش يطلع البوبلا يمشي للقلاف، يمشي للاحياء الشعبيه باش يعرفوا ما يعاني هذا الفقراء. هادشي كاين، ما نستحياوش. وحتى صاحب الجلاله الله يسرو قال بان المغرب يسير بسرعتين، سرعه ديال البرجوازيه اللي تمشي في اليختات وفي الطائرات الخاصه والمجتمع اللي بحال الكلاب. نقولها صراحه ما عندوش الكرامه. السفاره في القانون والشرفاء في السجون، السفاره فوق القانون، الشرفاء 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 في السجون. وتحت شعار إخواني، إن منظمة المرأة التقدمية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تسجل اليوم في هذه المحطة النضالية التاريخية إصرارها على الصمود في وجه الغطرسة الحكومية والانتكاسة الاجتماعية
التي تعيشها الطبقة العاملة في السنوات الأخيرة في عهد حكومة لا يهمها إلا إرضاء دوائر المال الدولية. قلت وسأعيد: الدولة الخفية لها قنوات ديالها باش تسكر عباد الله، باش تخدر عباد الله، منها بعض المهرجانات فلوس بدل ما نهتموا اساسا. موازن والحفالة فلوس الشعب فين مشى؟ موازن والحفالة فلوس الشعب فين مشى؟ نحن لا ضد المواسم، ولكن اول الاهتمام بالمدينه ديالنا، ومن بعد غادي نعودوا للمدينه ديالنا. هناك قنوات الدوله، المخزن الخفي عنده قنوات ديالو تيمرر الخطابات ديالو، تيخدر عباد الله بحال اللي تيعطيهم الجوالات، الكره، المواسم، ومجموعه الامور تيديروها خطيره جدا. ونقول لكم صراحه، واحد تيعرف مدريد وراس وبرشلونه تيعرف الاسماء ديالهم كلهم، ولا تقولوا الولد ديالك شحال جا في النتيجه والله ما تيعرفها، قسما بالله ما تيعرفها. وهنا لاحظنا، هنا تنلاحظوا بان مجموعه ديال الطلبه ومجموعه ديال، مع الاسف الشديد، المستوى الدراسي هبط، المستوى ديال الاخلاق هبطت، المستوى الاخلاق والدراسي وكل شيء هبط. علاش؟ لان هناك ايادي خفيه تحاول ان تمرر سياستها الشعبيه. باش غادي تمرها بالتخدير ديال المواطنين. وسمحوا لي، ربما تنشك انا، ما بغيتش نقول، ربما تتمر شي امور ما نعرفهاش، لان خطير جدا ما يقع في المغرب من التخدير ديال الطبقات الشعبيه. الانسان ما عنده حتى باش يشري الخبزه، هو ماشي في الشارع البيبا والمسكه تيمضغها كانه بحال ما كاين والو. عار، راه ما شوف الحق ما تيجي الا من طرف الشعب ومن طرف المواطنين، ولكن بالقوانين ديالو ماشي بالفوضى. حنا بغينا تنظموا. وتحيه خاصه لموظفي واعوان جماعه التوريد الذين تفضلوا للحضور معنا. شكرا لكم.